بصوا يا جدعان، احنا هنا بنهزر. حتى لو اتكلمنا جد. فما تزعلش. هنتكلم في مواضيع عامة. حتى لو زعلت. معلش. ده ما بقاش تعليم، دي معاناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. صباحك نادي. أحلى مسا عليك يا مستر. ردوا السلام وانتوا واقفين في ايه؟ ما احنا قاعدين اهو، لازم يعني. احنا ردنا اهو. اما الدخول بقى للحصة بقى حاجة تانية خالص. كل واحد بقى يطلع كراسته عشان عندنا النهاردة تاريخ. حاضر يا أستاذ. لكن دلوقتي بقت معاناة. يلا يلا، النهاردة درسنا عن التاريخ. كله بقى يطلع كراسات تاريخ، انجزوا. كرست يا مستر. التاريخ. طب ما تخلينا في الجغرافيا والتضاريس يا استاذ. لا، التاريخ. أنا نسيت الكراسة. اطلع بره. وانا كمان. ايه ده؟ بجد؟ انتوا كلكم كده نسيتوا الكراسات؟ لا انا بس عايز اطلع عشان ارفع يعني عن نفسي شوية واشد هوا. ده والله الترفيه بقى عندكم بقى متطرد من الحصة. يلا بطلوا دلع وسهوجة، طلعوا كل كراساتكم وابدأوا اكتبوا الدرس. نيجي بقى للشرح، وده بقى أهم حاجة في الحصة. المدرس وظيفته إيه؟ يشرح. هنشرح درسنا النهاردة عن تاريخ مصر القديم. كان المدرس زمان بيشرح بمنتهى الارتياحية، والطلبة كمان كانوا قاعدين كده وبيستمعوا للدرس ومستقنيصين كده للدرس. لكن دلوقتي يلا بينا نشرح بقى. اوعى الفليك شوت. هو في ايه؟ عمالين تطلعوا الاكل وتطلعوا الموبايلات، هو في ايه؟ هي حصة اكل ولا حصة درس؟ هو فيها مستر ما تشرح او حد حيشك؟ اشرح ازاي وسط الدوشة دي؟ ما تقرفوناش بقى وقتوا عشان نعرف نشرح الدرس. بقول لك ايه، مش لازم تشرح، كده كده احنا واخدين درس في الدرس. واخدين الدرس في الدرس، بسم الله ما شاء الله. وانا بقى اهميتي ايه في المدرسة دي؟ انت منورنا. استاذن. شفتوا ادي جرس الفسحة ضرب وما لحقناش نشرح الدرس اللي جايين نشرحه. سلام. صباح الخير او مساء. هاي ابدا الحلقه. ايه ده؟ يا عم انا بضحك الراجل يا عم، ماليش دعوه بيا. ابدا والله انا هتتاخد. اتفضل. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت المحلي للبرنامج. والنهارده بقى هنتكلم عن التعليم. ده نفسي اعرف حسين بيضحك ليه، بس يلا مش مهم، هنعرف ان شاء الله مع الوقت. تعليم ايه بس؟ تعليم ايه؟ الله ده تعليم ايه؟ اتفضل. هنتكلم اول حاجه عن التقييمات. حد عارف عنكم ايه التقييمات؟ انا لا، ايه البتاع ده؟ انت اللي مدرس فينا. والله انا عارفه عن التقييم ان الموجه كان بيخش يشوف كراسه الطالب اللي هو قاعد في التخته الاولى. تمام، يعني المدرس كان بيختار اكتر طالب مجتهد بيقعده في التخته الاولى لما يعرف ان الموجه جاي. فالموجه يشوف الكراسه وما تعجبه يديله عليها النجمه ويقول له شاطر يا حبيبي. ولو الموجه عباره عن واحده ست، كان لما الموجبه بتطلع بلاقي المدرس بيطلع وراها، معرفش ليه. عرفت لما كبرت شويه. فهمت طبعا دي. لا، هو التقييمات حاجه تانية خالص غير اللي انتوا بتقولوها يا جماعه. التقييمات يعني لسه حاجه نازله من الوزير الجديد. بتتكلم ان هي لازم تقيم الطالب اسبوعيا، ده غير امتحان الشهر. يعني اللي هو كل درس بتاخده في الحصه بتعمل عليه تقييم. وطبعا ده بيبقى حاجه يعني دلوقتي بقت خانقه بالنسبه للطلاب كتير وبالنسبه لاولياء الامور وبالنسبه للمدرسين. ليه بقى؟ يعني اقول لكم بالنسبه للمدرسين مثلا، اللي احنا بنحاول كل شويه بقى نديهم تقييم وبنعلمه ونصححه ونسقط درجات في اعمال السنه. فقصه اولياء الامور طبعا مجبره بقى اللي هي تجيب الطلاب بتاعتها وتذاكر لهم كل شويه درس وبتاع. طبعا ده بالنسبه بس لهم انا اجهاد يعني عندي سؤال، مم. بالله عليك بالله عليك كمان مره، انت كمدرس متضايق ليه؟ ما تعمل برضه لقمه عيشك. لا انا والله ما بتضايق، بس في مدرسين كتير بيتضايقوا. ما يعملوا انا برضه مش عايز لقمة اتكلم عيشك. عنهم بس هو لا هو يعني ما عشان ما يروحش المدرسه يتضرب. انا حاسس كده، انا حاسس ان انا مثلاً يعني. هتضرب. انتوا بتديني بتضايق ليه؟ لا، هو المدرسين كلهم كويسين ومش متضايقين وبيعملوا لهم عيشهم يعني. يا عم ماشي. هنمشيها كده. هو انا عندي نقطه بس. هو انا عمري ما شفت حوار التقييم دوت في المدرسه. يعني انا
ابتدائي واعدادي وثانوي انا اعلى مجموع جبته كان 74%. اي نعم اي نعم. تانية ثانوي جايب 17.5% انا مش عارف هو عمل ايه 17.5%. نظافه ورقه. والله عمل انا عمل ناجح في الانجليزي. شخبطه. بس انا عايز اقول لك كنت الفتره ديت ابويا كنا ثانويه عامه وانا كنت بكره الروتين. فانا كنت اللي هو ايه، اصحى كل يوم ذاكر، اصحى كل يوم ذاكر، اصحى كل يوم ذاكر، روح المدرسه اعمل الواجب، تروح الدرس، ترجع من الدرس تذاكر عشان بكره عندك مدرسه. فجيت بعد شهرين استسلمت. انا مش رايح لا مدرسه ولا رايح دروس. يأست. فبقيت باخد فلوس الدروس. فاهم؟ محدش يعمل كده بالله عليك. لا خالص، انت بتنصحهم مثلا؟ هو يعني يا جماعه مالكمش دعوه باللي بيحصل ده. لا احنا يعني الطلبه لازم تلتزم بالتقييمات طبعا، لان التقييم ده بيقيمها كل اسبوع وبيخليها تذاكر الدرس بدرسه، وبتحاول على قد ما تقدر تحفظ الدرس بدرسه وتذاكر وده شيء كويس لحضور الطلبه في المدارس. يعني انا بأيد بصراحه موضوع التقييمات المهم ده، اصلا مش ضده يعني. ده لا المهم بلا بتاع بقى. المهم فالدرس الوحيد اللي ما كنتش بزوغ منه كان الدرس عندنا في البيت. كان درس هتزوغ منه ازاي ده؟ كان جبر وحساب مثلثات. ده المدرس الوحيد اللي بذاكره مع اني بكره الارقام. ده بتذاكره عشان هو في البيت، مش في البيت بقى عشان ما يروحش يقول لابويا. فايه اللي حصل بقى؟ المدرس حب يتك عليا فراح قايل لابويا ايه؟ محتاج يذاكر شويه. فابويا بيقول لي انت محتاج بعد ما المدرس مشى عيب ما حدش يقول اللي هقوله دلوقتي. انت محتاج تذاكر شويه. قلت له اذاكر ايه؟ ده مدرس كداب، انا مذاكر كويس. طبعا ابويا سمع مدرس كداب ده جاب يلطشني بالقلم فجاب صبعي. فاهم؟ صبعي اتكسر. انا طبعا الطبيعي صبعي اتكسر ايه؟ اعيط. قلت له مش انت كسرته؟ قسما بالله بقى تعالى امسك ايدي في الامتحان لو لقيتني حليت. يعني انت مش هتحل حاجه صباعك بالكسر ده. اللي خلاني احل الانجليزي انا كنت نايم في اللجنه كالعاده. انت بتدافع اللي جاي. كنت بخش اللجنه دي عاده كويسه جدا. اكتب اسمي. يا ما كنتش دعوه بالله عليكم. عشان انا مش عارف قدامك توعوي ده. من وعدت قوي دخلت الامتحان قسما بالله وانا نايم سامع صوت عياط وناس بتلطم ومش عارف في ايه. وانت بقى انت نايم انه مش فاهم حاجه. فاهم؟ انت رايح تتنام في انا الليل. لقيت المراقبه جايه بتقول معلش حبيبي كمل نوم انت. مالكش دعوه انت وتصل. اللي هو انا صحيح بصيت للعيال ومسكت ورقه الاجابه كده لقيت الامتحان تافه. ان انا في الفتره ديت اصلا كنت بتشات مع ناس من امريكا. فانا الانجليزي بقى بالنسبه لي كان لعبه في الفتره دي. فاللي هو الامتحان تافه يا جدعان. انتوا مضايقين نفسكم ليه؟ ابتديت احل. فاهم؟ في نص ساعه كنت بخلص الامتحان. ده اللي هيحكم حوار النتيجه ده اه مش انا اللي جبت النتيجه. انا عارف كده ان انا سقطت. تمام؟ بس في البيت مش عارفين. يا جماعه بالله عليكم مالكمش دعوه باللي بيحصل ده. مالكوش دعوه بيا والله. مالكوش دعوه بيا. رحت هتكمل ازاي؟ واحد صاحبي اسمه علاء ده كان جاري. حسام هتجيب لك نتيجتك. طبعا انا قاعد على الكمبيوتر. انت مش عايز تجيب النتيجه اصلا؟ مش عايز اجيب. انا عارف ان انا ساقط كده كده. مش عايز تفضح نفسك. فبابا وماما وقفوا جنبي. تمام؟ وانا قاعد على الكمبيوتر والموبايل على السبيكر. فهم سامعين اللي علاء بيقوله. فعلاء بيقول لي حسام هي الصفحه ما بتحملش ليه؟ مش ظاهر غير 17.5%. انا مش فاهم حاجه. ده الثانويه العامه. كله ده لودنج. 19 ونص اصبر شويه هتلاقيها كملت. دي ماده ايه اللي جايه فيها 17 ونص؟ فسكت شويه انا هموت واضحك طبعا بس مش عايز. ماده ده كل المواد؟ دي كل المواد. فاهم؟ لقيت ابويا بيقول لي 17 ونص في انهي ماده؟ حلو. لا يا عمو دي 17 ونص في كل المواد. مجموع كلي. فاهم؟ لقيت ابويا سكت وامي بلقت راحت ماشيه. امك ايه؟ برقت. لا انت قلت حاجه ثانيه. عايز اقول بلمت. هي بلقت. عايز اقول بلمت وبرقت. ما تركزش معايا. انتوا ما حدش يصحيني بدري. ماشي. طلعوا بره. انا عايز اقول لك من بجحت انا تاني يوم قلت له انا عايز اطلع رحله اعطاني فلوس. بعد 19.5% هو اداك فلوس ليه؟ بيحييك يعني؟ لا امال ايه؟ مش عايز اشوف هو وشي. مش عايز يشوف. فعلا كده. انا عايز اتكلم في موضوع تاني. الموضوع ده بجد والله مش بهزار. بلطجه في المدارس بقت كتيره قوي يا جماعه. يعني اللي هو انا بخش جوه الفصول مجرد ما يبقى مدرس طالع او مدرس داخل او عارف المسافه بين المدرسين دولت او بين الحصص او في الفسح. احنا زمان كنا بنلعب يعني نلعب مع بعض بنهزر. دلوقتي بيضربوا بعض. يعني ده اللي هو ايه المتعه. يعني ازاي نهزر مع بعض ولما تيجي تخش مع طالب بقى عشان تمنعه مثلا يعني تسلكوا مع بعض مش بيضربوا بعض بيموتوا بعض. ممكن يقول لك خليك في حالك. لا الواحد بنهزر يا مستر والتاني بقى اللي بيتضرب تلاقيه ميت تحت ايده ميت. فاللي هو مش بيضحك بس لا ده بيقول لي يا مستر ايه سيبه احنا بنهزر
يعني اللي هو بيقول لي خليه يضربني، خليه يموتني عادي مفيش مشكله. تمام. المشكله بقى الاكبر مش في البلطجه بين الطلبه بس، لا انا لاحظ بقى للاسف وهقول للاسف ان بكره ان في بلطجه على المدرسين. يعني في طلبه دلوقتي بتجيب مطاوي معاها تمام الفصل، ده حقيقه. طبعا لو اتكشفت بيتفصل وبتاع، بس يعني بيتبلطجوا على المدرسين. يعني انا بلاحظ ان مدرسين كتيره ما بيعرفوش يسيطروا للاسف على الفصول، وبلاقي ان يعني المدرس بقى بيجي ييأس ويقعد تمام وبيسيب الطلبه تعمل اللي هو عايزاه. والله خلاص يعني ما بيعرفش يشرح فبيسيب الطلبه بقى تمام. حوار البلطجه ده يا عم عادي. عايز والله انت الصغير برضه. يا عم شكرا. هو وجهة نظرنا في الموضوع ده اولا التربيه. برافو عليك. الاب او الام نظافة او البيت، صح. الام بالذات عشان هي المسؤولة أكتر يعني. هي اللي بتقعد مع الولد اكتر او البنت. مثلا ممكن من وهو صغير يشتكوا لها من ابنها، يقول لك لا انا ابني مش غلطان. بعد كده تقول له يا حبيبي ما تعملش كده تاني. ما هو لما يلاقي كده الطبيعي ان هو هيعمل كده تاني. بعد كده الامر هيسوء اكتر. ده بالنسبه للطلاب. غير كده كمان هم مش متعلمين دينهم كويس، سواء كانت ديانته ايه. ده برضه ليه عامل. العنف ده يقول له انت صليت النهارده، ده ما صليتش، اخره ممكن يديله بالقلم وخلاص ايه اليوم عدى. وبالنسبه لسيكولوجيه الطفل او اي حد لو هو اتضرب هي وصلت لسيكولوجيه؟ والله الموضوع بيكبر. لا بجد. على فكره الحاجات دي بندرسها في الكليات، يعني في كليه التربيه درسنا سيكولوجيه الطالب. يعني انت لو اتضربت انت كطفل والعنف الاسري لو انت اتضربت انت خلاص بقيت عارف اخر ابوك ايه او اخر امك ايه. الضربه هتضربها بس برضه انا هستمتع. لا اخر امك ورينا اخر امك بقى، امك جت علينا يلا. لا هو بيتكلم يعني ان انا مهما عملت هتضرب وخلاص، يعني هتضرب لي قلم وشكرا وهيعدي اليوم والدنيا جميله. دي اول نقطه. تاني نقطه بقى بالنسبه بين الطالب والمدرس. المدرس لو ما احترمش نفسه برضه في البدايه وما عرفش يعمل سيطره. وعلى فكره السيطره باحترام وبحب صح. يعني انا لو حببتك فيا، لو انت كنت طفل جاي لي من شيطان وحببتك فيا، انت غصب عنك هتحترمني لاجل ان انا ما ازعلش منك. لا عايز اتكلم مش لاجل ان انا بخاف منك. تمام. وبالنسبه للمدرسين اللي هو بيسيب الشرح هو بيسيب الشرح يا اما هو مش عارف يسيطر، يا اما هو بسبب الدروس وبسبب الفلوس وكل ده. تمام. يعني زي ما نعلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده لو هو قال ايه، لو الاستاذ اتحط له الشاي والكيك هيبقى ليه كلمه على العيال بعد كده. اللي هو ما بيصدق يعني قصدك اللي هو برضه المدرس بيهمل الطلاب. بس عايز اقول لك برضه ان الطلاب مش خايفين على مصلحتهم. يعني زمان مثلا لما احنا كنا مدرس بنلاقيه ما بيشرحش تمام كنا بنقرفه. العكس دلوقتي الطلبه بترتاح جدا المدرس اللي ما بيشرحش، ده صديقهم يعني. الطالب اللي هو مش خايف على مصلحته بيبقى السبب الاكبر ان هو اصلا بيدرس من غير هدف. فانا هو عايش اللي هو كده مش هشتغل ومش بشهادتي والكلام اللي بيتقال ده على طول. كلام لو اولهم بيجي من الاهل. انت هتطلع يا دكتور يا مهندس. انا كل اللي فاكره والله ان دخلت كان عندنا حصه في اولى ثانوي. هو النهارده ذكريات انا اصلا مش مدرس، ما اعرفش ايه ده يا حسين اللي مدرس. احنا اللي بيروح معاك المدرسه بتاعتك. يا ابني انا هناك مصمم استعراض. طب احنا بنبدا في المدرسه دلوقتي. طلعوا وادي من المدرسه. انا سنتي بكالوريوس نص معلومات ماليش علاقه انا بالتدريس. ايوه كمل يا استاذ حسين. اتفضل. وذكريات في اولى ثانوي دخلت مدرسه كانت مدرسه احتياطي يعني مش اساسيه. تمام. فدخل هي مجرد ان هي داخله تقف علينا، وانا بطبيعه الحال كده واخد اخر تخته وبنام. انا بره عني الموضوع ده، مش بلطجه مني، مش انا صايع ولا اي حاجه. انا عادي، انا اي كلب بلدي ممكن يثبتني في الشارع. فاهم. فدخلت المدرسه، فالعيال طبعا انثى في اولى ثانوي، واحنا بقى لنا 3 سنين اعدادي، واولى ثانوي هي ده 4 ما شفناش حرمه. لا اللي هو ما صدقت لقيته حرمه شفتوا الست ماشي واحد طلقني معانا حرمه. المهم المعلمه دي دخلت فاهم، بابا العب يا معلم ومش العب. انا سامع دوت وانا نايم
فاهم؟ بس دي حس احتياطي يعني. حس هي يعني هو بالنسبه لهم الحس الاحتياطي دي اللي هو فسحه. هي راحت نجت استاذ كنا مسمينه ابو خشب على طول ماشي ده خشب اللي هو ده المسيطر، اه ده المدرس اللي هو ايه تعالى سكت لي الفصل ده. بالظبط. دخل فكرة المدرس ده الحمد لله في المدرسه يعني ساعات لا يا رب. اهو تعالى سكت لي شويه طب بس انت انا تعرف بقول اللي حصل شويه فيه طيب؟ ايه ده؟ لا مش انا المدرس ده. لا يا عم والله كنت محترم والله. عملت ايه؟ حطيت الخشبه فين يعني؟ لا والله ابدا يعني. كل يوم يقف قاعد يضرب في العيال افتح ايدك واضرب افتح ايدك جه عندي فاهم قلت له يا مستر انا ما عملتش حاجه انا كنت نايم. هتتضرب السيئه الحسنه تخص والسيئه تعم والجمله اللي انا ما بكره يعني بكره امها دي فاهم هتتضرب وبيعمل لي كده رحت ماسك العصايه من ايده حادفها من الشباك. اوه انا قلت لك وقت العصايه فين؟ في الشباك الحمد لله قلت لك فعلا خطره. طلع محترم. استدعاء ولي امر كان اول مره بقى امي يودوا لي مدرسه. اه استدعاء ولي امر فاهم اللي هو انا نزلت لهم تاني يوم لقيتهم قاعدين مع المدير فانا داخل فاهم اللي هو السلام عليكم رحت ساحب كرسي وقعت. اللي هو ده انا تبعكم انا مدرس من المدرسين. لقيت المدير بص لي قوم اقف يلا ايه ولا دي ايه ولا دي فاهم رحت قايم واقف كده وباصص له اللي هو هطلع امك بس يمشوا. هو ان شاء الله تيت يعني انا نايم في مره انا كنت يعني ابتدائي تمام واعدادي تمام في ثانوي كنت في دبلوم قبل ما اخش الكليه ف المهم انا نايم يعني اصلا في الدبلوم على ايامي ما كانش بيهتموا الدبلوم للاسف بس دلوقتي على فكره الموضوع اختلف. دلوقتي مع ان والله كانوا بيدونا يعني مواد جميله جدا يعني لو كان الواحد يركز فيها كان بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لكم التعليم الفني فعلا مستقبل مصر يعني ده لو حد ركز يعني لان الخدمات الهندسه والطب والكلام ده في كتير وكلهم قاعدين يعني كمل. فكنت بقى خلاص بقى نايم يعني هعمل ايه؟ نايم على الديسك مره واحده لقيت مدرس دخل مساب الفصل كله عشان شايفني انا محترم وهادي لوحدي على جنب ماسك العصايه ودب دب 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 على التخته. على دماغك؟ لا على التخته على دماغي ايه ده هو لسه ما وصلش للمرحله. انا قلت اللي هو ده بيكسر دماغي. يا ابني انا قاعد جنبك اهو. الحمد لله. تمام انا طبعا صاحي موسوع طبعا مش هاممني اي حاجه غير ان انا بقول له هو في حد يصحي حد كده اصلا صباح الفل. قال لي قوم وبيهبدني بالعصايه على كتفي بيقول لي افتح ايدك انت ازاي شايفني بشرح ونايم قلت له يعني انت سايب كله جاي لي انا طب حاضر فتحت ايدي وهو بيضرب اخدت منه العصايه كسرتها وبرضه حدفتها ايه من الشباك برضه انا كنت دايما قاعد بقى ايه في الشباك ورا خالص في قعده الصيع بالظبط بس انا والله كنت بروح عشان انام اللي هم بيريحوا دماغهم بس بالظبط. انا دايما بص بخش الفصل الشله اللي ورا دي انا بعلم عليها دي شله الفساد واللي هيبوظوا لي الحصه وفعلا بلاقيها كده ما بتحورش. بص هقول لك على حاجه الورا دول شله الفساد الصف الاول لحد نص الفصل كده فاهم كلها عيالنا لابسه نظارات بكعب والنبي قاعد لابني في اول صف عشان ايوه هم مركزين بقى عايزين يتعلموا. يا عم بقى ده طبيعي جايين المدرسه عايزين يتعلموا. التعليم في البيت التعليم في البيت بالفلوس. لا ما علينا مدرسه مهمه هنتحبس مدرسه ابن الجزمه مدرسه مهمه طبعا. مدرسه مدرسه ايه؟ اطلع من جيبك انا بفكر في شويه. ايه ما انت اول ما دخلت المدرسه تقول لي حرمه اول ماشي. المهم فلقيت المدرس بيقول لي تصدق انت عيل ابن كلب ما تربيتش وعينك بقى وقتها ما تشوف الا النور عشان كده بقول المدرس المحترم. بس ده هو مش محترم ما يدكش استدعاء برضو اللي انت تمد ايدك يعني ليك حقوق. هو ممنوع الضرب في المدارس وممنوع ان انت تهزأ طالب او تهينه وتهين كرامته طبعا بس اللي انت ليك مدير بتروح له ليك وكيل المدرسه نعم بالله يعني والله بجد ليك ولي امر تجيبه. لا ما ينفعش ان احنا نستخدم ايدينا وبقنا في اللي احنا نقل من اكبر مننا احنا اتربينا على كده. بص ده الاسس اللي اتربينا عليه. هو انا ممكن اسمح فيه بس حق ابويا وامي لا ما تجيبهم بقى ياخدوا حقهم. المهم بعد ما اتضرب ومش مني انا لوحدي كان من الفصل اتعمل عليه حفله تمام والدنيا خلاص يعني الحمد لله البلطجه دي موجوده من زمان يعني تمام انت مش من زمان قوي يا حسين برضه انت جيل مختلف عننا. انا مواليد 2000 هو جيل مختلف على راجل جيل خلاص داخل على 25 سنه 24 سنه 24 سنه 2001 ما انا علشان مواليد 2010 11 انت 24 سنه 24 سنه ماشي. بس فبعد بقى ما حصل اللي حصل المدير بقى ايه دخل طبعا في الموضوع ولما عرف السبب واتصل بابويا في التليفون وقال له تعالى خد دوسيه ابنك انت فصلت؟ كنت هتفصل
تدوسي ابنك. ما هو طبيعي بعد الحركه اللي انت عملتها، انت عملت حركه على الفراخ. وقتها كان شغال في برج العرب بقى. دي النتيجه الطبيعيه يا جماعه للبلطجه، اللي انتوا بتتفصلوا يعني. ما تعملوش كده. ابويا قال له ايه السبب؟ قال له حصل كذا كذا كذا. فقمت واخد منه التليفون، قلت له هو على فكره، قال لي انت ابن كلب ما تربيتش. انت بتحاول تبرر نفسك قدام ابوك. لا ما هو دي حقيقه. ايوه بس وفي شهود، قلت له الفصل كله شاهد. فالمدير سال المدرس، قال له ده حصل؟ قال له حصل. فالمدرس الحمد لله طلع كويس وما كذبش. عشان ده مدرس ما بيكذبش على فكره، مدرس محترم. لا والله في مدرس بيخاف يعني مش. فالمهم ابويا قال له خلاص ضروا ابنك وحل انت المشكله، عشان انا لو جيت مش هحل، ومش هحل المدرس اللي شتمني. سلام، انا قافل السكه في وشه. تمام. فالمهم بعد ما اللي حصل على المدير بقى. قمت انا مروح البيت. ما هو ده اولاده كبير ومتبلطج على الكبير ده اللي هو الدوسيه دي حاله البلطجه الجميله. اسره بلطجه صغيره كده. الدوسيه رجع مكانه. بعد كده بقى روحت البيت، اخدت علقه عمري ما هنساها. لقيت بقى ابويا بيقول لي انت عارف يا ابن 60 كلب يا جزمه، انت لو بسرعه يعني اللي انا ضربته علشان هو شتم في الاخر نفسه. انت لو شتمت او ضربت حد تاني اكبر منك انا هعمل فيك ايه؟ وبعدين ده المدرس بتاعك والحكايه والروايه. في الاخر بقيت كلها كام شهر وابقى مهندس. وعلى فكره يا جماعه بس عايز اقول لكم على حاجه، احنا بنتكلم على البلطجه والكلام ده، بس ده بكالوريوس نظم معلومات وده ليسانس تربيه وانا السنه دي برضه في بكالوريوس نظم معلومات. فالتعليم عامه يعني مهم والاحترام مهم. انا اتكلم بقى في احترام، ناخد من كلمه حسين احترام الطابور وتحيه العلم. عايز اقول لكم احنا بقينا مرحله، هو اكيد افتكروا حاجات بس ليش يعني فاكر سباعيه بتدي. ايوه ما تقوليش سباعيه ايش هو تحيه العلم ده. يعني فاكر موقف كده حصل في المدرسه، فبقول للطلاب يا جماعه، انا كنت واقف بقى اول حصه، كان تقريبا اول يوم في المدرسه، فبوقف الطلاب فبقول لهم يا جماعه احنا لازم نقعد بقى في تحيه علم وتحيه جمهوريه مصر العربيه، فيا جماعه وبظبطهم بقى ان هم يقفوا طبعا يحيوا العلم وبتاع. فواحد رد عليا رد جميل جدا، قال لي ايه؟ قال لي واحنا بنحيي علم مصر ليه؟ كده سؤال بس استنكاري، تحس ان هو بيقولها وحاطط حبايات تحت ستايل السؤال. فاللي هو ليه؟ فاللي هو قلت له عشان ده علم مصر، دي بلدنا يعني لازم نحييها وبتاع. قال لي عملت لنا ايه؟ والله العظيم بيتكلم بجد، احنا عملت لنا ايه مصر؟ قلت له هتعمل لك حبيبي، انت لسه طالب يعني بتتعلم اهو في مدرسه حكوميه، ويعني بتتعلم اهو ببلاش في سبيلها يعني. قال لي يعني بعد ما نتخرج هنعمل ايه؟ وهنا بقى يعني عدم الانتماء بقى اللي بيظهر للطلاب فعلا بتاعت. طبعا قلت له لا طبعا مصر دي بلدنا ولازم نحييها ومفيش حاجه اسمها عملت لنا ايه، لا مصر بتقدم لنا حاجات كتير جدا لغايه وقتنا هذا، وان احنا ما ينفعش ان احنا ما نحييش العلم ولا نقف في الطابور بشكل غير لائق. طبعا الكلام ده ما بيحصلش كتير يعني ما حدش بيحيي العلم، وتقريبا يعني استغفر الله العظيم حتى القران لما بيتقرا في الاذاعه تمام ما بيتسمعش، بيهزروا بعض وبيضحكوا بعض. انا حوار الاذاعه ده، الاذاعه المدرسيه ده شيء مهم بقى، دي حاجه ممله. اللي انا اطلع طالب كده معمص وانا واقف معمص تحت مش فاهم فيه ايه اصلا. هما بيقولوا لي احنا لسه صاحيين من النوم يا مستر، وبعدين كان بيبقى مسائي يعني 12 ونص، بس لسه صاحيين من النوم فمش طالبه. صاحيين من النوم انا كانوا بيصحوني من الساعه 6 الصبح وانزل اجيب عيش قبل ما اروح المدرسه، والليله كانت طيب. هل تعلم ان المراه الحامل اكثر عرضه للولاده؟ ماشي مش هرد مش هرد عشان ايه؟ كمل. لا الموضوع كان مستفز فاهم، وصوت العيال بيبقى مسرسع فاهم. ومعانا الطالبه هتقول اسماء الله الحسنى، ايه ده ايه على الصبح فيا بنت. فلا ما حوار الطابور بس الاذاعه مفيده والله، بيتبدل معلومات بس معلومات تقدر جايبينها من مجله ميكي ماشي، بس معلومات يعني شوفوا المعلومات اللي حديث بتنزل في جرايد الجمهور او الاهرام. انتوا كنتوا طلبه مشاغبين لا على فكره والله العظيم انا في ابتدائي كنت في الشرطه المدرسيه. الشرطه المدرسيه؟ دول بيعملوها عشان يهربوا من الحصص. ايوه ما انا كنت شفت طلبه كتير. ايوه يا ابني انا اصلا ما كنتش متسجل في الشرطه المدرسيه، انا كنت بلاقيها بتتباع عند الراجل اللي في وش المدرسه، كنت بشتريها وهم مش عارفين يعني؟ لا والله العظيم ما يعرفوا، محدش بيراقب. فكنت بطلع الفصل وبنام بقى في الفصل على نفس البنام ما احضرش شرطه مشاغب وجميله والله. اي نعم بقعد في
اخر الجزء في الفصل وكل حاجه عشان بس تنام. عشان انام، ولا لا بشاغب ولا بتنطط. انا عايز اليوم يخلص عشان اروح اتفرج على الفيلم بتاع اسماعيل ياسين اللي بيجي كل يوم على القناه على التانيه. التلفزيون ده بقى مش عايزين نتكلم عن المواضيع دي بقى، خليها في حلقه ثانيه عشان المواضيع التلفزيون الابيض والاسود دي كانت الاولى المتعة. والثانيه والخامسه دي كانت المتعه بالنسبه بس احنا يعني خطير قوي فعلا، وده بنتكلم فيها في اولياء الامور بقى، يعني نتكلم عن اولياء الامور اللي احنا ننبه الطالب لاهميه بلدنا واهميه الانتماء لبلدنا. يعني ما ينفعش ان احنا ما نحييش العلم، ما ينفعش ان احنا ما نقولش تحيه العلم بشكل قوي، ما ينفعش تحيه العلم او الاذاعه تشتغل واحنا نهمل في الكلام ده. وده بيجي من البيت بقى، يعني زي ما انت قلت يا حسين في الكلام من شويه ان في تدليل مبالغ فيه للطلاب قوي. تمام، يعني ان هم كلوا او اشربوا واهتموا باكلكم وشربكم، مش مهم بقى الدروس، مش مهم المدرسه الا ما رحم ربي. ونركز بقى في مشاكل الزوج والزوجه، يعني بيتعاركوا مع بعض ويضربوا بعض والطالب مش مهم، وده بيعمل حالات نفسيه للطلاب بشكل وحش قوي، وبيخلي الطلاب ما بتركزش في دروسها ولا مذاكرتها. وتيجي بقى اولياء الامور تركز على المدرس، يعني بتروح للمدرس هو ابني جاب الدرجه الزفت دي ليه؟ هو يا ابني يا بنتي الحلال ابنك مش بيذاكر، هو ده الموضوع. لا انت مستقصده، انت عايزه ياخد عندك درس، يا والله مش هو مش بيذاكر. يعني انا مش عايزه ياخد درس بس خليه يذاكر، يعني خليه يجتهد اقعدي جنبه. لا ما فيش، انا مش لاحظ ان اولياء الامور بتهتم بالطلاب في البيت. هل بقى سؤال ليكم بقى، هل اولياء اموركم بصراحه هل اولياء اموركم كانوا بيهتموا بالمدرسين، بيهتموا بيكم مش بالمدرسين بقى، بيهتموا بيكم انتوا يعني كانوا بيذاكروا لكم دروسكم بصراحه؟ يعني نبدا بحسين. انا امي كانت بتذاكر لي فتره ابتدائي دي كلها وفتره برضو اعدادي. ثانوي ما كنتش بذاكر، يعني سبحان الله سبحان اللي خلاني اجيب تقدير عالي في اخر سنه واخش كليه. والله يعني محدش كان متوقع ولا انا كنت متوقع. كانت بتذاكر لي وكانت بتشرح لي بجانب برضو الدروس برضو اللي انا كنت باخدها. يعني مش معنى كده بقى كانت بتعلمني من الدروس. انا ما كنتش باخد دروس على فكره، انا كنت باخد دروس في ماده انجليزي بس، والله العظيم. انا بدات اخد دروس في ثانوي، لا بدات اخد اولى ثانوي وثانيه ثانوي بدات اخد دروس. هو انا ابتدائي كانت مجاميع مش دروس. بعد كده اعدادي دروس. بالظبط. ما كنتش باخد دروس، كنت باخد انجليزي بس عشان انا كنت جاي من ليبيا، وكنت ما باخدش انجليزي في الصفوف الابتدائيه. يعني ابتدى ليبيا ده؟ لا انا كنت عايش في ليبيا، مش موضوعنا. بس اللي هو يعني ابويا كان مهاجر، بس انا كنت باجي ما فيش انجليزي في ليبيا لغايه سنه 6 وانا داخل على 6 ابتدائي او اعدادي. فهم كنتوا بتاخدوا هنا 5 و6 تقريبا ورابعه حاجه كده. بتاخدوا انجليزي؟ يا حبيبي من واحنا في كي جي. انتوا لا يعني كان في زمني كنتوا بتاخدوا من ثالثه. انا داخل اولى ابتدائي وانا بعرف اقرا واكتب. استنى بس، انت شفت في زمني دي؟ ايوه 39 من ايام الفراعنه جدو. لا يعني كان يعني ماشي، يعني انا ما اعرفش، بس انا اعرف ان انتوا كنتوا بتاخدوا انجليزي. انا بقى داخل اولى اعدادي EBC ما اعرفوش، يعني متخيلين الموضوع، فكان عندي ازمه كبيره. عرفتها ولا عرفتها؟ عرفتها طبعا خلاص، بس انا لغايه دلوقتي ضعيف في الانجليزي بسبب الموضوع ده. ما انت مدرس تاريخ، ايه اللي هيجيبك للانجليزي؟ ماشي. في حد عنده حاجه ليها علاقه بالدروس والكلام ده في المدرسه؟ الدروس؟ لا انا الدروس فاهم كنت بروح واخلع، مفيش غير ثانيه سنه والسنه اللي وصلت فيها بس. احنا بس ده ما ينكرش ان انا بلاحظ ده فعلا. خلينا نقول يعني شويه ضوء بقى شويه يعني وسط السواد اللي احنا عمالين نقوله ده. لا في طلبه متفوقين وفي طلبه ملتزمين وفي طلبه بتراعي ربنا وبتصلي جوه الفصول وبتقول يا مستر يلا بينا نصلي وبتستأذن عشان تروح تتوضى وتصلي. انا مش عارف قال يعني برضو ما بيتوضوش ويصلوا في الفسحه ليه؟ ده وقت فسحه مش وقت صلاه، بس هو وقت الحصص بتبقى وقت الصلاه. فاللي هو ده وجهه نظرهم يعني. بس لا في طلبه متفوقين وطلبه ملتزمين، انا بشوف ده بنفسي يعني. انا عندي سؤال. السؤال بجد والله. اتفضل. هو ليه الاهل بيضغطوا على الطلاب ان هم يطلعوا الاوائل على الجمهوريه؟ ايه الفرق؟ يعني هتفرق ايه الهدف من الموضوع يعني؟ هتفرق في يعني انا عندي سؤال واحد ويا ريت الناس تجاوب عليه في الكومنتات لو حد يعرف. من 2010 لحد السنه اللي فاتت 2024 ثانيه واحده. خبرات سيئه. اتفضل. لا ثانيه واحده. من 2010 لحد النهارده قول لي مين اوائل الثانويه العامه وشغالين فين دلوقتي؟ اتعمل بحث فعلا من فتره بس انا مش فاكر نتيجته عشان ما اقولش معلومات مش دقيقه يعني. بس اتعمل بحث وبيتقال ان هم تقريبا اشتغلوا حاجات غير تخصصاتهم. والهدف من القصه دي من وجهه نظري معينه
اللي هو انا ابني جاب مجموعه اكتر منك، انا بص ابني طلع من الاوائل، انا ابني طلع مش مفيش هدف اللي هو انت عارف بنت عمتك جابت كام يعني وانت جبت كام، ما اعرفش ايه يعني انا بقارن موضوع بقى مقارنات بقى. ابن خالتي بقى، انا عندي ابن خال اسمه كريم ربنا يكرمه، هو في تركيا دلوقتي واحنا اصدقاء بنحب بعض جدا يعني، ما عنديش اي مشكله معاه، وخالتي بحترمها جدا وجوز خالتي. بس انا ليه دايما كنت بتقارن بدرجاتي بدرجاته؟ مش فاهم لغايه دلوقتي يعني. كان عندي عقده نفسيه في الحوار ده، اللي هو انا جبت مثلا جبت 16 من 20 يا سيدي، يعني درجه مش وحشه. لا كريم جاب 18. مش اللي هو بيركزوا في ان انت ما قفلتش ليه، يعني على الاقل يقولوا لك ايه ما جبتش 20 ليه من 20 يا ابني، لا ليه ما جبتش 18 زي ابن خالتك؟ يعني طب الدرجتين اللي فوق دول ما لهمش لازمه؟ يعني لو جبت 18 هتفرحوا، لو جبت 20 ممكن ما يفرحوش على فكره. ما جبتش 18 زيه ليه؟ حتى لو جبت 20 ممكن يقولوا لي ارجع تاني، ارجع سيب الدرجتين دول. ايه علاقه 18 باللي انا لازم اجيب كده يعني؟ فهو انا يعني مقارنات ومعايره ملهاش اي لازمه، بيحددوا لك مستقبلك. يعني انا يعني الموضوع برضه يعني انت مثلا لو مثلا يعني عايز تطلع محاسب في بنك، يقول لك ايه محاسب؟ لا انا عايز اشوفك دكتور. يا بابا لا انا مش دكتور، انا ماليش في الدكاتره، ماليش في الطب. لا هو دكتور، هو دكتور، هو انا بحب المحاسبه. يا عم انا بشوف الدم بدوخ. يعني زي مثلا انا كان حلمي مثلا ان انا كنت اطلع ظابط. انا بصراحه يعني ابويا انت عايز تطلع ايه يا حبيبي؟ انا عايز اطلع كذا. ربنا يوفقك والله. ربنا يبارك له. لا انا عايز اقول لك امي بقى والله يا ابني ربنا يبارك لك ويدي لك اللي انت عايزه، بس انا نفسي اشوفك مهندس. ماشي ادعي لي طيب، ادعي لي انا بقى تدعي لي ان انا اطلع مهندس. وفعلا والله العظيم دعوتها استجابت. والله يعني بقول لها كام شهر تمام ابقى زي المعلم ده كده مثلا. المفروض ابقى مهندس، يعني هو المفروض يبقى مهندس. مبروك عليك احلى عاطف في الدنيا. انا عايز اقول لكم حاجه بقى في الموضوع ده، خبره شخصيه حصلت لي مؤلمه بصراحه. انا كنت يعني انا اولا اقول لكم الموضوع بتاع ثانويه عامه ده، انا كنت في ثانيه جايب 2، يعني انا كنت داخل علمي عشان ابقى مهندس برضه زي اخويا، وهم راكبيني في دماغي كده. والنبي كمل الجمله، قول 2% فرحني. لا 82%. اسمعني بس. لا هو مختلف. فعلمي رياضه، ودخلت علمي، وطبعا في الكيمياء لا افقه شيء. انا راجل ادبي، انا بحب الادب، بس ما اعرفش بيقولي في الوقت ده. انا اعرف ان هو لازم ابقى مهندس زي اخويا، هم مركبين في دماغي كده، عارف اللي هو برمجه كده، بتبرمج ريبورت اللي هو هتطلع مهندس، هتطلع مهندس. ايوه هو ده اللي هو اخويا بس المهندس اطلع دكتور. فاللي هو فالمهم ايه، دخلت جبت 82%. طبعا خلاص حلم الهندسه انتهى، خلاص انتهى. فيأست بقى وقلت انا هحول ادبي. تمام، حولت ادبي بسم الله ما شاء الله. طبعا الحمد لله مقفل الدرجات وجبت 96% والمجموعه اترفع ل 90%. انا بقى في الوقت ده دخلت فريق المسرح في المدرسه، وحققنا اول على مستوى الجمهوريه، وعرضنا مع استاذ ممدوح حنفي، والدنيا جميله. فانا بقى خلاص بقى ايه، برمجت هدفي، خلاص عرفت انا ميولي ايه بقى فنيا. فبرمجت هدفي ان انا اخش اداب مسرح، ده كان حلمي في وقتها. وخدت الرغبات ومنتهى الارتياحيه كده، ومسكت اداب بقى، اداب في كل الايه المحافظات، عشان هي كانت الرغبات كده بتتكتب اداب في كل المحافظات. وطبعا انت مجموعك يجيب اسكندريه فبتخش اسكندريه، فده هو بيبقى عارف ان انت عايز اداب. وانا مجموعي كان يجيب تربيه، هي دي الفكره، ده مجموعه كبير يعني مجموعه يجيب الكليه اعلى فانا بس انا عايز اداب لان التربيه ما فيهاش مسرح. فانا دماغي جاي كده وفرحان بقى، وبدي الرغبات لابويا كده. قال لي ايه ده انت كاتبه؟ قلت له اداب. قال لي ليه هتخش ادبي؟ قلت له على طب مسرح. ولقيت قلم جابني الارض قسما بالله، الرغبات كلها اتقطعت، وراح جاب رغبات تانية وهو اللي كتبها بنفسه، وكتب لي تربيه تربيه تربيه، وانا قاعد في بيت بتحسر على مستقبلي. بس عايز اقول لكم يعني ربنا يعني يرحمه يا رب، هو السبب في ان انا ابقى مدرس دلوقتي يعني، ونتكلم عن التعليم والكلام ده. بس هو يعني برضو كنت اداب مسرح، الله اعلم كان ايه اللي هيحصل لي. بس انت لو كنت جملت قلبك شويه وسحبت الملف ورحت هناك، ما انا كنتش، لا ما عنديش الخبره دي وما عنديش القلب ده. انا كنت بخاف من ابويا زمان، كنت بخاف منه جدا يعني، كان بالنسبه لي مرعب. انا لو عملت كده هتضرب جامد وممكن يعني كان مش حاجه مكافاه اصلا. وكان نفسه اطلع مدرس زيه يعني، هو ده دماغه، لان هو كان هو تحديد المستقبل. هو كلامك صح، ما ينفعش نحدد مستقبل عيالنا يا جماعه، كل واحد ليه ميوله وليه حاجته الواحد. حتى لو قلت انا عايز اطلع رقاصه لا
لا كده لا. عارف على حوار عارف على حوار تحديد المستقبل دوت. يعني انا عشان مجموعي في السنتين في الثانويه العامه 52% و2 من 10 فما فيش كليه حرفيا. كانت ساعتها كانت لسه بدايه تجاره مفتوح واداب مفتوح اخر كويس حرفيا 17 بس في البيت فاهم. دي تخش تجيب جبنه بيضه 7000 جنيه دي ما تجيبش كليه. بابا قال لي هتقدم في كليه ايه؟ قلت له مش عارف بس انا عايز حاجه ليها علاقه بالمسرح. هو بص لي اللي هو قال لي يعني انا مش عارف اسيطر عليك هنا هسيطر عليك وانت في القاهره. اللي هو ما فيش بقى مسرح هنا بس هو كان في اداب مسرح يعني موجود. كان في اداب مسرح انا ما اعرفش ان في اداب مسرح أصلاً. انا عايز ما عندكش معلومه المعلومة. مسرحيه ما كانش عندك معلومه فاهم. فاللي هو قال لي بقول لك ايه حاجه من الاثنين هتخش الاكاديميه البحريه هتخش اكاديميه نظم معلومات اداريه فاهم. فدي كانت كليه اخويا اصلا. فكليه اخويا كان مكتوب عليها كانت جنب المدرسه بتاعتي مكتوب عليها ايه؟ كليه الحاسب الالي ونظم المعلومات. فحاسب آلي يعني كمبيوتر. فحلو انا بحب الكمبيوتر قشطه يلا هروح ديت. انا رحت ديت لقيت حاجه ثانيه هتخرج ابقى تجاري محاسب مالهاش علاقه بالكمبيوتر بس. فاهم اللي هو لا بس لا، دلوقتي اتغيرت. يعني دلوقتي انت نظم معلومات انت مالكش اي حاجه غير برمجه فقط. ما هم عشان بيركزوا دلوقتي مستقبل هو كان في البرمجه برمجة. مستقبل مصر اصلا في البرمجه. لا هو كان في برمجه بس كان الاكتر فاهم مواد حسابيه واحصاء واقتصاد بالانجليزي. طبعا انا ما كنتش بحل برضه لا انت مصر على في اصرار يعني. انا مش فاهم هو مركز الراجل مركز انه يفشل يعني مش مركز انه لا كلها بجد والله. كان في دائم ومدين وواحد يحل الامتحان ومش عارف حاجه اللي هو ايه ده انا مال امي ما يصفوا مع حلقاتهم مع بعض ليه جدول وفي الاخر النتيجه تبقى صفر. شخص ناجح بامانه يعني نجحت انك تفشل بس مش عارف هو ده نجاح ولا فاشل؟ الحمد لله الناس كلها اجمعت ان انا فاشل فما حدش غير في ظاهره جديده بقى عايز اسالكم عليها. الطبيعي اللي احنا ناكل في المدرسه امتى؟ هو المفروض في الفسحه او قبل الطابور او في حصه احتياطي مثلا. يعني ده مثلا نفس المبدا برضه يا اما فاهم اللي هو لو الدنيا بايظه خالص فاهم وكنت بعمل حاجه فاللي هو تحت التخته قطمه كده واطلع بسرعه عشان ما اخدش قلم على وشي صح مثلا. قسما بالله دلوقتي طالب انا بقسم وانا متاكد من حلفين مجرد ما بتخش تقول لهم افتحوا الكراسات هم بيفتحوا اللانش بوكس. دول موظفين ولا ده طلاب بيفتحوا اللانش بوكس. وموضوع اللانش بوكس ده برضه اللي زود يا عيني المصاريف على يعني الموظفين. يعني انا عايز اقول لهم مراتي بتروح بلانش بوكس في الشغل اصلا. اللانش بوكس ده اللي هو لازم يبقى فيه تفاحيه وبرتقال عشان ايه الولد ما يتعيرش. الولد زميله جايب تفاحه وبرتقالايه فازاي ما تجيبش تفاحه وبرتقالايه اللي هو ازاي بيتعير. ما هو مش من المجموع زمان كان اللي بيعيرونا بالمجموع دلوقتي لا بيعيرونا بالاكل. واللي هو لازم تحط له لانشو ولازم تحط له لحمه بارده مثلا عشان هو كان كيس بلاستيك معاه في ساندوتش جبنه وحلاوه او بيض مسلوق وطبعا بيعمل فاصل اللي بياكل بيض مسلوق بيعمل فاصل وجنبه صباع موز فاهم هو بيلزق في الساندوتش ده بتاكله بالصبع مش فاهم هو حاسس كيسه شكرا. ولو جبت باكل بسكوت يبقى كسر الف خيرك يعني. اللانش بوكس بقى ولا وكل الحصص يعني مش الحصه بتاعتي انا بقول مثلا يوم بيستقصدوني لا كل الحصص ولازم يعني خلص الحصه بسرعه. يعني في انا بمنع الاكل زياده ان هم يكملوا بيه طول يا عم لانش بوكس ايه ده مش لانش بوكس دي شنطه بس ما شاء الله خيرات الله. هو انا عندي سؤال ده في ناس بتجيب محشي انت ما اكلتش محشي في المدرسه؟ في ناس بتجيب محشي صح والله محشي ولحمه يعني الفيديو اللي شفته على التيك توك ده كان حقيقي محشي ولحمه. انا مش بتكلم في والله العيال اللي اكلوا وقتها كان المفروض اديهم استعراض ما يلا اعطيتهم مالناش دعوه الكلام ده يعني هيتضرب والله هيتضرب الاثنين مش هيتضرب. بالنسبه بقى للعب في الموبايلات يعني برضو الطلاب برضو يعني بيطلعوا الموبايل ويقعدوا يلعبوا فيه يعني ويشيتوا والكلام ده كله مع ان ممنوع اصلا استخدام الموبايل. ولما انت تمسك بقى طالب بالموبايل ده نهار اسود اللي هو انت اكيد مسكته روح تمام. هو طبعا طبيعي ان انت بتروح توديه بقى للمديره ساعه الطالب بيصعب عليك بترجع له الموبايل. بس ليه يعني انت رايح المدرسه عشان تتعلم او عشان تفهم دروسك. انا بلاحظ ان الطلبه من الاخر بتروح المدرسه لاهداف اخرى يعني بتروح عشان تاكل عشان تلعب على الموبايل عشان حصه الالعاب طبعا الكوره بيبقى جوه الفصل يعني
حصه الالعاب ما بيبقاش مركزين ان احنا رايحين نشرح، ما احنا كده كده بناخد انا كنت دروس. بروح عشان اعمل صداقات مع مين؟ مع الطلاب. فاطمه واسراء ده البنات يعني، هو بتاع مدرستك مش واحمد عادل برضو. بس انت ركزت في البنات في الاول؟ ماشي. بص هو كان في صداقات. انت كويس يا ابني ان انت مش خاطب ولا متجوز، كان زمان ملبسك اسود مالناش دلوقتي. دعوه، هو راجل مش مرتبط. كان انا لازم بتكلم براحتي صح. انا ما بتكلمش براحتي. وريهم. انا ما بتكلمش براحتي. زياده عن مصاريف التعليم على ولي الامر. لا ثانية واحدة بس انا عايز ارجع لنقطة اتفضل. الموبايلات بس. انا في حاجة عايز افهمها. هو ليه اصلا راميين على الطالب ان المفروض ما يجيش بموبايل، مع انك المفروض تكلم الاهل وتقول لهم اصلا انتوا جايبين موبايلات عليكم ليه؟ بص انا هقول لك على حاجه مهمه من وجهه نظري. هو الموبايل اصلا حاليا يعني بقى أساس الحياة. اساسي لسبب يعني مثلا بيطمن على ابنه، انت وصلت بيشوف لفين، روح بيروح الدرس، رحت لفين. يعني ده الهدف. بس ماشي، هو يا عم هو بس مسموح، على هو مسموح بالموبايل على فكره اللي هو يبقى في جيبك، مش مسموح اللي انت تطلعه. انت خلي بالك القانون فيه بيفرق، يعني خد الموبايل حطه في جيبك، لما تروح كلمه، او انت طالع من الفسحه كلم ولي امرك، او انت رايح الدرس بتاعك ان كان. بس اللي انت بتطلعه في وسط الحصص بقى، او بتطلعه المدرس بيشرح، وده عدم احترام للمدرس. ما هو لو المدرس حابب الطلاب فيه، ما هو حب الطالب يعني انت لو انت مثلا كمدرس لا نادرا لما بيطلعوا موبايل، نادرا. ليه؟ عشان هما بيحبوه، عشان نادراً. اسلوبك معاهم. ده حقيقي، نادرا ما بيطلعوا اكل. يعني انا في الاول وقفت لهم قلت لهم ممنوع الاكل، بس بصراحه اتكلم بصراحه بيصعبوا عليا فاكلت معاهم. لا اللي هو أنا لما اخلص شرح، لان انا لو هما بيدوني مساحه بقى، يعني دلوقتي الحمد لله في طلبه بتحبني وبتحب شرحي، فبيدوني مساحه ان انا اشرح، لان ده طبعا وصلت له بصعوبه جهاد يعني. اللي هو حببت الطالب في الماده وحببته في المدرس، فبدا يسمع مني وفهمته ان انا خايف على مصلحتك، يعني خد مني معلومه. بخلص الشرح الحمد لله قبل الحصه ما بتخلص، فبقول لهم بقى كلوا طلعوا موبايلاتكم، يعني ده ممنوع، بس انا خلاص خلصت الحصه وخلصت الشرح، فبديهم مساحه، وده بيخليهم ان هم يدوني مساحه، فبيبقى في علاقه متبادله. لكن انا مش بتكلم في حصتي، انا بتكلم عموما ليه الطالب بيزهق من الحصه. طب لا يعني خد معلومه استفاد. هو انت بتتكلم في وجهه نظر بحترمها جدا، اللي هو انت لو حببت الطالب في الماده وحببته في المدرس هيحترم الحصه وهيحترمك، ومش هيعمل اي حاجه تانية بره الحصه. انا معاك، ده واجب المدرس، والطالب برضو يحاول على قد ما يقدر يدي فرصه للمدرس. انا عايز اقول بس حاجه صغيره. وانا في اعدادي كنت يعني مشرب شويه، يعني من اللي هي العيال ايه مثلا ممكن تضرب العيال في الحمام مثلا. يعني حاجه صغيره. اشمعنى بس ثانية واحدة، انا عايز افهم بس اشمعنى؟ كنا في الفسحه بقى. هو يضربوا في الفسحه في مليون مكان في المدرسة ينفع. هو الحمام كان ضيق شويه فكنت بزنقهم. وضح عشان انا خيالي يعني تصدقوا في الكورنر. بص ما دي يعني هو يعني كنا بنضرب ونتضرب كده يعني فاهم. انت بتعمل ايه في العيال يا حسين؟ رد عليا. طب فكك بلاش الزن، بلاش الحمام، بلاش الحمام. كنت ممكن مثلا اطلع الحبر على القميص بتاعه. حبر على القميص؟ الحبر كنت ممكن ايه القميص يعني والله حاجات صغيره والله. انت حاجات صغيره ده ساتي. والله يعني والله انت ساتي. اضربه على قفاه واقول له اسكت. انت بتمسح ايه؟ بيفتكر في حاجات بتطلع منك على وشه. المهم ما علينا، بعد كده ما بجيب شمسيه. في مدرس كنت بحبه جدا 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 فوق ما ممكن تتخيله بجد والله. كانت حصته دي بستمتع بيها اكتر ما انا ما بستفاد. فكان عامل لنا تقييم في مره امتحان، بس كان امتحان منه هو ولا عليه بيقيم مستواكم. ما هو ده التقييمات بقى اللي انت بتعملها اجباري دلوقتي يعني. لا هي كانت بتقيم بقى كله. فكان مدرس عربي اسمه استاذ احمد كوبيس، وعمري مع حنساه يعني. فالمهم عمل التقييم، جبت فيه كام؟ 25 من 30. انا فاكر الدرجه ناقص 5 درجات. فالمهم قال لي اللي هينقص عن درجتين هيوقف ويتضرب عصايتين. هيتضرب عصايتين بعدد بقى ايه الدرجات اللي هو ناقصها. طبعا انا وقفت، كنت انا تاني واحد لان انا برضو كنت بقف في الصف اللي قدام. فقال لي حسين محمد جابر، فانا وقفت قال لي 25. طبعا انا اتصدمت، يعني ده مش مستواي ايه معاه، لان انا برضه مشاغب بس يعني ايه سوسه يعني برضه في الدراسه. فقال لي بص هي دي مش درجتك،
وانا مش هضربك، بس بجد انا مقروف منك. المهم ايه، رماني لا الورقة هو بيزعله. انا قعدت اعيط. بيزعله والله بيزعله بالطريقه اللي هو انا مخاصمك يعني. بالظبط. انت بتحبني فانا مخاصمك بقى. انا انا جيت وانا في ليه بقى؟ وانا ما الامتحان. عنديش مشاعر. طب انا اللي بيجي يقول لي بخصمك بديله لايك وبمشي. لا ده بالذات لا، انا جيت في الامتحان وقفلت فيه الناس دي من غير بسبب هم. زعله. يعني انت متخيل من كتر حبي فيه انا كنت دايما بقفل في الماده بتاعته، ودي كانت اول مره وكانت اخر مره هو فيه. هو انا برضو فاكر موقف، وده يرجعنا للموضوع اللي هو موضوع الالفاظ. انا ثبت الدين مره في حياتي في المدرسه مره، وما ثبتهاش تاني. يعني ثبتها بقى في ثانوي بس مش في المدرسه. طبعا ثبت الدين والغلط ده بقى منتشر قوي بين العيال في المدرسه، ولو انت مسكت ترجع للاهل طبعا والتربيه، بس ده منتشر بشكل اوفر قوي. يعني زمان كنا لما بنيجي نغلط او نقول لفظ بنقوله بيننا وبين بعض كده، لا دلوقتي الدنيا مفتوحه. ده في عايز اقول لك اولياء امور ما بيودوش طلبات لعيالهم للمدارس عشان ما تسمعش، ما يبقاش عندها التلوث السمعي ده. ما بهزرش والله. انا العيال عندي في المدرسه كانوا بيحششوا في الحوش. انا بتكلم بقى الموقف. انا ثبت الدين، فطالب المدرس قصدي مدرس عربي ودين، فطبعا ثبت الدين كانت كارثه في زماننا في الوقت ده، لان هو طالب كان بيضايقني، كان بيحط لي نبل جوه قفايا، فكان الدم يعني بيقرصني وبيطلع يعني كان. طب هو كان بيمسك النبل ازاي؟ ما اعرفش، كان بيصطاد والله، كان بيصطاد ايه الهوايه المنتنه دي؟ والله ده في كليه زراعه حاليا. انا ما اعرفش. فالمهم كان طبعا غيظني، فقلت له يعني عن كذا، فمن غيظي بقى بلاقي نمل في قميصي وبتاع، فاتخنقت. فجاني المدرس فمدني، كان فلكه بقى بتاعت زمان دي، دلوقتي مش موجوده طبعا، وحط لي قدام الفصل كله مديني 10 على رجلي. طبعا انا بعيط وهو فاكر ان انا بعيط من الضرب، لا انا بعيط عشان المدرس ده كنت بحبه جدا، اسمه مستر احمد جدا. ولما اشتغلت في التربيه العملي والحمد لله رحت له وشكرته. الموقف بقى الحلو اللي بعده، ان انا لما طلعت بره المدرسه تاني يوم الصبح لقيت المدرس ده قاعد على القهوه على طول، كان بيشرب شاي بلبن على القهوه كده الصبح قبل ما انا عارف عاداته يعني، بحب المدرس ده جدا. فناداني فقال لي تعالى قربني وشربني شاي بلبن، وقلت له والله يا مستر انا مش زعلان من حضرتك في اللي انت ضربتني، انا زعلان من نفسي اللي انا ثبت الدين. وفعلا بعد كده ما قدرتش اطلع اللفظ ده من دماغي. فدي التسبيح ده بقى الفرق بين زمان وفرق دلوقتي. بس حاليا ساعات الطلاب لما تيجي تهزر معاهم وتحببهم فيك برضه بيزيد عن حد، فالوسط مفيش احسن منه. يعني ما نحاولش نمسك العصايه من النص. ما نحاولش ان احنا نهزر قوي، وما نحاولش ان احنا برضه نقفل وشنا قوي. يعني نحاول ان احنا نبقى خفاف ظروف مع الطلاب، بس ساعه الطالب مثلا يعني ممكن الطالب يعمل لك كده، يعني يبقى بتلامس، لا يجي بقى يهزر معاك بتطاول، وقف، اعمل ليميت، حدود للطلاب اللي انت بتتعامل معاهم. وده الفرق من زمان ودلوقتي. يعني في حد عنده برضه فكره عن التعليم زمان ودلوقتي، لانه يعني انا شايف ان المستوى التعليمي كله اختلف، من اولياء الامور، من طلبه، من مدرسين، من مدرسه، من نظام. في يعني السيستم الجديد بتاع البكالوريا دوت عجبني قوي بصراحه عجبني انا كمان. يعني انا لو رجعت، يعني لو في ايدي ان انا ارجع تاني الثانويه هو بيبقى في فرص تانية كتير. حلو ده. ادى في فرص، وادى المواد بتقل. المواد بتقل، فانا هعرف اركز. فاهم؟ انا الاول كنت باخد مواد مالهاش علاقه واهمها كنت بحب بالنسبه لي اللي هو انه حط الدين والقران الكريم. لا والتاريخ اساسي في السنه الاولى والثانيه، يعني خلاه مع اللغات ده برضو عشان انا مدرس تاريخ فحبيت الموضوع ده قوي. يعني التاريخ عشان انت مدرس تاريخ ولا علشان هو المفروض يعرف تاريخ بلده؟ ما هو يعرف تاريخ بلده، ما انا عشان حابب الماده، انا برضو اخترت التاريخ ده حبا للماده يعني. فالتاريخ ده مهم جدا، اللي هو خلاه زي اي لغه يعني. لا يعني هو منطقي ان هو هيحب عشان هو مادته في نفس الوقت. هو ايوه عشان كده انا بسال. لا انا اخترت التاريخ. انا على فكره ما اخترتش كليه لسه قايل اهو، بس اخترت الماده. يعني ابويا بقى لا، قلت له لا استنى بقى استنى بس، انت هتطلع لي مدرس فرنساوي ولا ايه؟ مدرس فرنساوي كده. انا عايز تاريخ يعني. تخيل رامي كده فاهم، هو بيقول جومابيل. والمشكله ان انا اتفاجئت بالجغرافيا في الموضوع. يعني انا كنت بكره الجغرافيا وبحب التاريخ، فبحسب التربيه تاريخ بس، اداب تاريخ بس، لكن التربيه بتاخد تاريخ وجغرافيا كما قال الكتاب يعني. فده الفرق. في حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ لا انا زي الفل، انا هاخد لايك. انا عايز اقول يعني عايز تقول حاجه ثانيه قبل ما نقفل؟ عم كفايه بقى على التعليم بقى، انا ما صدقت ان انا خلاص هتخرج. وانا بقول يعني
حلو قوي اللي احنا اتكلمنا براحتنا بصراحه عايزكم تقول رايكم في الكومنتات. اه تمام، ما تنسوش تشتركوا في القناه، دوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات. تنتن وبالمصري كده احلى مسا عليكم. احلى مسا عليكم بالمصري كده.